إيه حكاية الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب اللي قالب الدنيا اليومين دول؟ في الكام دقيقة اللي جايين دول هناخدكم في جولة سريعة جوه سوق الذهب في مصر عشان نفهم سوا إيه اللي بيحصل بالظبط. زلزال في سوق الصاغة. شوفوا الوصف ده، كلمة قوية جدا بتلخص حالة القلق اللي مسيطرة على السوق. طب يا ترى إيه سبب الهزة العنيفة دي في أسعار المعدن الأصفر؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض. طيب عشان نفهم أي حاجة لازم نبدأ من الأساس، الأرقام. خلينا نبص على الأرقام اللي في قلب الزلزال ده. زي ما احنا شايفين كده، عيار 21 هو الثرمومتر بتاع السوق في مصر، المعيار اللي أغلب الناس بتقيس عليه. أما بقى لو بنتكلم في استثمار وتقيل، يبقى على طول عيار 24 هو الأساس للسبائك. وبالنسبة للناس اللي بتحب الموديلات الجديدة والتصميمات العصرية، عيار 18 هو اللي واخد الساحة. وهنا بقى نوصل للجنيهة الذهب. ده مش مجرد قطعة ذهب وخلاص، لأ، ده يعتبر مؤشر مهم جدا للاستثمار طويل الأجل هنا في مصر، وسعره ده بيعكس السوق كله رايح على فين. تمام، عرفنا الأسعار. السؤال بقى إيه اللي بيحركها وبيخليها تطلع وتنزل بالشكل ده؟ الخبراء بيقولوا إن في 3 عوامل أساسية هي اللي بتلعب اللعبة دي. القصة كلها ليها 3 أركان، زي ما يكونوا 3 تروس بيتحركوا مع بعض. عشان نفهم الصورة صح لازم نمسك كل ترس فيهم ونشوف بيشتغل إزاي لوحده. أول حاجة السعر العالمي، يعني اللي بيحصل في العالم كله بيسمى عندنا. أي قرار من البنك الفيدرالي الأمريكي أو أي توترات سياسية في أي حتة في العالم بتأثر مباشرة على سعر الأونصة وبالتالي على السعر عندنا. تاني حاجة سعر الصرف، ودي نقطة حساسة جدا. قوة الجنيه بتاعنا قصاد العملات التانية خصوصا الدولار بتلعب دور كبير. بما إن الذهب بيتسعر عالميا بالدولار، فأي تغيير في سعر الصرف بيأثر فورا على تكلفته هنا في مصر. ونيجي بقى للعامل الثالث والأهم محليا، العرض والطلب. ببساطة لما الناس بتحس بقلق من الوضع الاقتصادي بتجري تشتري ذهب عشان تحافظ على قيمة فلوسها، والنتيجة الطلب بيزيد جدا وطبيعي الأسعار بتطلع لفوق. والكلام ده بينقلنا لنقطة مهمة جدا، وهي فكرة ليه كل ده بيفرق أصلا مع مدخرات الناس العادية. كتير من الناس في مصر بيشوفوا الذهب كملاذ آمن. ده معناه إيه؟ معناه إنه الدرع اللي بيحموا بيه فلوسهم من إن قيمتها تقل بسبب التضخم أو أي تقلبات اقتصادية. كل اللي فات ده بيوصلنا للسؤال الأهم اللي بيدور في بال ناس كتير دلوقتي: السوق رايح على فين بعد كده؟ ورغم إن محدش يقدر يتنبأ بالمستقبل، لكن الوضع الحالي بيخلينا نسأل سؤال مهم: هل الذهب هيفضل هو فعلا الحصن المنيع للمدخرات في مصر الفترة الجاية؟ يا رب يكون الشرح ده وضح الصورة شوية. لو حسيتوا انكم استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وابعتوا لأي حد ممكن يكون مهتم بالموضوع، وأكيد اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه.